لا انا ما يعني انا يعني اتكلموا على حضرتك ولا اتكلموا على لا هم اتكلموا عليا، يعني في ناس من ابناء النادي طبعا بيتكلموا وبيجرحوا بشكل مش محترم. عليك انت ولا على النادي؟ عليا. منهم ده جزئيه، يعني الكابتن هشام يكن مثلا، اللي انا يعني مثلا بعتز بالكابتن يكن، ده اعتزاز غير عادي، الله يرحمه. يعني ده يعني جميل. حاجه اسطوره الكابتن يكن معانا يعني. لكن هشام انا يعني بس كابتن هشام على حد يعني بيهاجم المجلس لا، هو بيهاجمني برضه، وهاجم حسن شحاته وفاروق جعفر، وقال لك المفروض الجماعه دي تبطل تدريب. هقول له طيب احنا لو بطلنا انت هتشتغل؟ لو الجيل بتاع طب هو انت فين؟ هو طبعا كده هيتاكد قال كده طبعا هو فين من الجيل ده؟ الجيل بتاعه عايز اسال هو فين؟ فين من اسماعيل يوسف؟ فين من طارق يحيى؟ فين من اشرف قاسم؟ فين من محمد حلمي؟ كل الناس دي شغاله في الدوري الممتاز، هو فين؟ انا عايز اعرف هو فين. وبعدين هو ليه كل التقدير يا كابتن والاحترام، اهلا وسهلا، لكن انا في اعتقادي طب هو ايه تفسيرك ان هو بيعمل كده؟ انا في اعتقادي، انا ما اعرفش، انا في اعتقادي انه لو كل دول كل دول بطلوا واحنا بطلنا والجيل بتاعه بطل، هو برضه مش هيبقى مدرب. ليه؟ لان الاخلاقيات دي لا تصلح ان يكون مدرب. اللي يطلع يتكلم على الكباتن بتوعه ويتكلم على كباتن النادي بهذا الشكل، حسن شحاته وفاروق، بلاش انا بس حضرتك هو قال كده. ايوه هو قال كده طبعا. يبقى لما بيتكلم على بهذا الاسلوب على الكباتن بتوعه يبقى لا خير فيه. اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. اللي ملوش خير في ناديه ملوش خير في حد. اوعى تفتكر ان الكلام ده. والاخ الثاني مدرب ما اعرفش لسه بالقلم الرصاص، تامر عبد الحميد. ايه السواد، ايه كميه السواد؟ مين ده؟ تامر عبد الحميد ده اللي احنا مطلعينه، اللي انا ملعبه الديفندر الباك رايت، اللي انا مطلعه بس ده كلام جميل تامر سنه 90 وملعبه كره سنه 90 معاه في الفريق الاول وعملناه لعيب. بيطلع يتكلم دلوقتي كمدرب ولا مدرب بس هو ممكن كابتن المدرب يقول مثلا فنيات، لكن بيخبط على حضرتك. عارف السواد يا حازم؟ كابتن تامر سواد من جوه، حاجه تزعل. بس هقول حاجه كابتن، انت لو حد قال لك ممكن يوصل لك هل سمعت بنفسك؟ لان انت عارف مصر دلوقتي كل الناس يقول لك ده قال، اصل الناس دول يا كابتن لا تختلق اعذار. انا سامعها صحابي وعارف تامر ده وكابتن لا. وبعدين للاسف بقى الاثنين دول وسطوا ناس كتيره جدا عشان يشتغلوا معايا. لا والله واحد منهم قاعد يكلمني ساعه قبل ما امسك نادي الزمالك عشان يجي معايا. والتاني وسط لي ايمن يونس عشان يشتغل معايا. واخد بال حضرتك؟ لكن انا بختار المدربين اللي يشتغلوا معايا. انا بس بختار اخلاقيات، بختار نفوس، بختار شخصيات، بختار كفاءات، ما بختارش اي حد. واخد بال حضرتك؟ دي جزئيه. خلينا نرجع انت زعلت منهم يعني ان هم المفروض ولادك يعني؟ شماك انا مدربه سنه 90 يعني، واخد بالك؟ وتامر ده احنا عاملينه سنه 90 يعني، مطلعينه من الناشئين كده ملاعبينه. كابتن ابو رجيله وانا. بس هو كابتن هقول لك برضه عشان يعني نرد الناس دي برضه لو مش موجود في العالم كله، بالنقد القروي حاجه والنقد الشخصي حاجه. الشخصي بقى هو انا ضد الشخصي. هو نقده شخصيا ضد الشخصي. ايوه ما انا قصدي يعني انا هقول لك العالم كله مثلا، يعني ممكن جاري نيفل بيطلع دلوقتي بيحلل في سكاي، احسن محلل في فنيا في انجلترا، لا غبار. مثلا كان على فيرجسون يقول ده لاعب وحش، لاعب مش عارف لا غبار. وانا اتقبل ده تماما. اتقبل ده تماما. يعني هم ما اتكلموش فنيا، هم اتكلموا شخصيا خالص يعني. وبعدين انا بقول على حاجه حازم، ما في زمايله ليه وجهه نظرهم مختلفه. ليه يعني واحد زي طارق، واحد زي ميدو، واحد زي اسماعيل يوسف، خد بالك ليه الناس دي ما بتطلعش تتكلم بنفس الاسلوب؟ لانهم مدربين كبار فاهمين جدا وعارفين الظروف اللي بيمر بيها ناديهم، وعارفين الظروف اللي بتمر بيها مصر والازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها كل انديه مصر. واخد بال حضرتك ازاي؟ فبيتكلموا بمنطق. لكن انا لما تكلمني بمنطق انت اديتني ايه؟ واخد بالك؟ ما انا عايز اقول بقى حازم، يعني انا جيت 10 ايام قبل البطوله، لم استعد لهذه البطوله بشكل جيد. انا جيت من الدار للنار، وجيت بعد 10 ايام لعبت ماتش النادي الاهلي، وكان ممكن اكسب في اول ربع ساعه، اول ثلث ساعه 4-5. مظبوط ولا لا؟ ما ده اللي هقوله عليك كابتن، ما عشان كده